السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. لأول مرة تشوف قناة حالكم، قناة النصيحة والمحبة، بناء العقول وبناء النفوس. عباد الله، بناء العقول وبناء النفوس. على كل حال، عجبك الفيديو دير لايك، ما عجبك الفيديو لك واسع النظر. على كل حال نهضروا في العمر شوية، باش نوصلوا واحد الميساج يعني للمشاهدين الكرام الأعزاء فيما يتعلق يعني بقراءة المؤشرات ديال الجريمة وديال التنمية التعليم الى غير ذلك. علاش درنا هذا الفيديو؟ علاش شلنا الجريمه، يعني مؤشر ديال الجريمه فين وصل دابا راك مصيبه كحله. ولهذا خص هاد وسائل التواصل الاجتماعي وهاد صناع المحتوى وهاد يعني الاعلام عموما خصو يكون اداه من ادوات بناء العقول وبناء النفوس. الجهل باقي عباد الله، باقي الناس يتخبطون في الجهل. نقول دائما في الفيديوهات تاعي نخلي وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب، انستغرام، فيسبوك، نخليها يعني وسائل للتعلم وكسب المهاره وكسب المعرفه عباد الله. والناس مقابله الاخبار الملاطيه. اش صورتوا من الاخبار الملاطيه؟ كل شيء ولا محلل، كل شيء ولا. على كل حال، فيما يتعلق نهضروا على مؤشر الجريمه في المغرب دابا، الله يحفظه صافي. بكل صراحه بقينا نعيشوا يعني جرائم غريبه على المجتمع المغربي. ولهذا نخليوها ديال وسائل التواصل الاجتماعي، نخليوها بناء العقول كما تنقولوا، بناء النفوس. بناء العقول نتعلموا عباد الله، ونتعلموا. شوفوا دابا واحد السؤال نطرحوا للمشاهد المتبع الكريم: شحال من فيديو كونسوميتي، شحال من فيديو شفتي، شنو ربحتي؟ وباقي الانسان يتخبط في الجهل. كما درت واحد الفيديو قصير: كم من ايادي كم من هاتف ذكي تحمله ايادي غبيه. فهمنا. على كل حال، هنا هضرنا على مؤشر الجريمه، وكذلك فيما يتعلق بمؤشر التنميه البشريه. نحن مقبلون على ندره المياه عباد الله، على الماء، على الذهب الازرق. نخليو هذه وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام عموما في اطار بناء العقول، كيفاش نتعاملوا مع هذه الازمات. الناس مقابله اخبار الملاطي، اخبار النجوم، اخبار قيح كما تنقولوا. على هذه محبه لكم ايها المشاهد المتبع الكريم. نخلي وسائل التواصل الاجتماعي نتعلموا منها حويجات فيها ما يدار، فيها ما يتعلم، ونخلي واحد الوقيت نضحكوا فيه شويه، لا باس. الانسان يرفع نفسه، ولكن نتعلموا بناء العقول وبناء النفوس. نهضر على النفوس، هضرنا على الجريمه. والحديث طويل احبتي في الله، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.